لو معاك فلوس وقررت تستثمر في العقارات، تستثمر في ايه؟ وحدة سكنية ولا إدارية ولا طبية ولا تجارية؟ هشرح لك بشكل تفصيلي كل المميزات والعيوب في الفيديو ده، وهقولك في آخر الفيديو ايه أحسن اختيار. بص معايا للهرم ده من تحت لفوق، اللي فوق هو أقل قيمة واللي تحت هو أعلى قيمة. سعر المتر للوحدة السكنية هو أقل سعر فيهم، دايما الطلب عليها مستمر وقيمتها فيها وسهل تتأجر، لكن لو جيت تقارنها بأي وحدة من الأنواع التانية هي برضو أقلهم مكسب. ده غير كمان لو أجرتها العقد بيكون مدته قليله بالكتير قوي 3 سنين، وكل مره المؤجر هيمشي هتحتاج توضيبات وتشطيبات. نكمل الهرم بالترتيب ونيجي بعد كده للعقار الطبي. الطلب عليها بيكون مرتفع هي كمان، وعقد الايجار طويل ومستمر، لكن بتحتاج تعديلات لكل دكتور وتجهيزات خاصه لدكتور الاسنان مثلا. ده غير ان التصاريح والتراخيص بتبقى من اكتر من جهه. اما بقى الاستثمار في الوحدات الاداريه خصوصا في الاماكن التجاريه ومراكز الاعمال بيكون هو الاكثر طلبا، وممكن تستثمر في وحده صغيره مش لازم تكون كبيره، لانك هتضمن انها تتاجر من اول مكتب لشركه صغيره لحد جزء من حصه ايجاريه في دور كامل مأجراه شركه عالميه. انت بقى وشطارتك وشطاره المستشار العقاري اللي معاك اللي هيساعدك تختار احسن اوبشن يطلع لك منه ايجار جيد. بس خلي بالك ان تكاليف الصيانه والتجديدات هتكون عاليه شويه، لانها بتتغير من شركه لشركه ومن عقد لعقد. نيجي بقى الكينج للاستثمار العقاري، الاستثمار في الوحدات التجاريه، وده الكينج لسببين مهمين. اولهم التعاقدات بتاعته بتكون لمده طويله، وسعر المتر فيه بيكون اعلى سعر في الانواع الثانيه، وزيه زي الوحدات الاداريه بيحتاج صيانه وتجهيزات مختلفه. الخبراء بيرجحوا الوحدات الاداريه والتجاريه لانها بتقدر تدخل لك ارباح في حوالي 10 سنين بتعادل سعرها، يعني هتجيب ثمنها. طيب لو ما معكش كامل ثمن الوحده، محدش يشتري كاش لا اداري ولا تجاري، ولو معاك كاش هقولك حافظ عليه واشتري تقسيط احسن. تاخد بالك من ايه بقى في موضوع الفلوس ده؟ احسب انت هتستلم امتى، نوع التشطيب اللي هتستلم بيه، شوف باقي عليك كام قسط من وقت الاستلام لحد اخر دفعه، وده الوقت اللي هيكون حساس شويه، لانك لو شاطر هتعرف تجيب مستاجر اول ما تستلم، وهتخلي الايجار هو اللي يسدد ثمن الاقساط او على الاقل جزء منها. طيب هل الاستثمار ده مضمون؟ هقولك مفيش حاجه مش محتاجه توكل على الله ومذاكره ودراسه كويس قوي. اسال مره واثنين وثلاثه، وقارن بين المطورين والخدمات اللي بيقدموها ونوع وحجم الطلب على العقار اللي انت هتشتريه، ولما تعمل الكلام ده هتبقى واخد قرار جيد بنسبه كبيره. اللي سبق ليه الاستثمار في عقار غير سكني قبل كده وخاض التجربه شاركها معانا في الكومنتس عشان الكل يستفيد.